تخيل، مغناطيس أقوى من المجال المغناطيسي للأرض ب700 ألف مرة. في 2026 علماء من الأكاديمية الصينية للعلوم صنعوا مغناطيس فائق التوصيل بقوة 35.6 تسلا، رقم قياسي عالمي. للمقارنة، جهاز الرنين المغناطيسي في المستشفى بس 1.5 إلى 3 تسلا. طيب ليش هذا مهم؟ لأنه ممكن يساعدنا نتحكم بالبلازما داخل مفاعلات الاندماج النووي، نفس العملية اللي تشغل الشمس. ولو نجح الاندماج، طاقة شبه لا محدودة بدون انبعاثات كربونية ومن ماء البحر. 35.6 تسلا مو مجرد رقم، ممكن يكون خطوة نحو طاقة المستقبل. هل تعتقد الاندماج النووي راح ينقذ العالم؟